بريانا فلورا طفلة رائعة عمرها 2 سنين، مليئة بالنشاط والحيوية. تعيش في أوكلاهوما في الولايات المتحدة مع أبويها وإخوانها وجديها. كل العائلة كانت مجتمعة للاحتفال ليلة عيد الميلاد. قبل حلول المساء أصيبت بريانا فجأة بحمى قوية. ظن أهلها أن هذا ناتج عن رشح بسيط، لكن في يوم الأحد التالي لعيد الميلاد اضطروا لنقل ابنتهم على وجه السرعة إلى المستشفى. فقد بدأت الصغيرة تتقيأ دما وأصبح جلدها أزرق بالكامل. بعد التصوير بالأشعة في المستشفى انكشف سبب تقيؤها بسرعة. ابتلعت بريانا بطارية مسطحة. كان على الأطباء أن يجروا لها عملية بشكل فوري، لأن الحمض الموجود في البطارية انتشر في جسم الطفلة. بعد أن مر بالمعدة ضرب الحمض أحد أهم الشرايين في جسمها. قال جدها: استغرقت العملية 2.5 ساعات، لكنهم لم يستطيعوا إيقاف النزيف. قبل دقيقة كانت بحالة جيدة، بعد دقيقة أصبحت ميتة. نحن لم نكن نعرف مطلقا أنها ابتلعت بطارية. بطاريات الليثيوم المسطحة التي ابتلعت بريانا إحداها تستعمل في أجهزة إلكترونية عديدة، ليس فقط في أجهزة الريموت والآلات الحاسبة والساعات، ولكن أيضا، وهذا أخطر، إنها تستعمل أكثر في الألعاب الإلكترونية الخاصة بالأولاد. يقول مركز السموم الوطني في واشنطن إن أكثر من 11 حادثة مشابهة لحالة بريانا سجلت بين عامي 2005 و2014. مات بسببها 15 طفلا، بينما سيعيش 101 طفل حياتهم مع مشاكل صحية خطيرة. إذن من المهم جدا أن نعرف التعقيدات التي تحدث عندما يبتلع طفل بطارية مسطحة، لأن هذا الحادث يمكن أن يعالج إذا تحركنا بالسرعة اللازمة. تقول جمعية باتري كنترولد أستراليا، وهي جمعية تهتم بهذه المشكلة الخاصة، إنه يجب الاتصال بأخصائي فورا في إحدى الحالات التالية. إذا ابتلع طفل بطارية مسطحة، انقلوه فورا إلى أقرب مستشفى فيه قسم لمعالجة السموم. كل ثانية يمكن أن تنقذ حياة الطفل. إذا لم يأكل الطفل ولم يشرب شيئا ولم يستطع أن يتقيأ، فهذا يعني أن قصبته الهوائية مسدودة. هذا قد يؤدي إلى اختناقه. انتبهوا، لا ينصح بشرب الحليب لمحاربة التسمم، بالعكس إنه يسرع امتصاص السم في الأمعاء. البطاريات القابلة للابتلاع يجب أن تبقى بعيدة عن متناول الأولاد. شاركوا هذه المعلومة المهمة مع كل معارفكم. يجب أن يعرف كل الناس كيف يحمون أولادهم من هذا الخطر. انتبهوا جيدا لأطفالكم. حمى الله أطفالكم من كل شر. نتمنى لكم يوما سعيدا.